تأخذه سنة. يا صباح القهوة ويا صباح النشاط ويا صباح الفل على عيونكم. قد ايه بدي اقول لكم انا مشتاقت لكم يا بنات، كلمة قليلة ما بتوصف انا قديش بكون حاسة اني انا عن جد فقدت لكم. بحبكم كتير كتير. بدي اياكم ما تنسوا تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، لاني بحاجة لدعواتكم. الله يا رب لا يحرمني منكم، لا يحرمني من تفاعلكم معي، ولا يحرمني من دعواتكم. بدي اشكر كل وحدة دعت لي دعوة، وبدي اقول لها الك بالمثل يا رب واكثر يا رب العالمين. يخلي لي اياكم يا احلى ظهر، يا احلى اخوات، يا احلى حدا بالوجود عن جد. الحمد لله اني طلعت بناس كتير محترمة وناس كتير طيبة مثلكم. يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم ابدا ابدا. اليوم رجعت لكم بفيديو مصورته على 3 أجزاء. هذا الجزء اليوم، الجزء الثاني كان يوم الويك اند بالإجازة الأسبوعية، والجزء الثالث امبارح لأني ما عم بقدر أصور فيديو كامل باليوم. فعم حاول أني أنا اسمه واشتغل على مهلي بحيث أنه لا أتعب بنفس الوقت أنا ما أكون بعيدة عنكم، لأنه أنا عم حس أنه في شي ناقصني. فرح نعمل مع بعض قهوة. رح وديكم على بديل ايكيا اللي هو كي مارت الجديد، كي هوم الجديد. هل هو بديل فعلا لايكيا ولا لا؟ انا انصدمت الصراحة. رح تشوفوا ليش انصدمت بآخر الفيديو. وكمان رح نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة وظريفة. وفاجأتني حلوشة بعزيمة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر، هي ورفيقتها اجوا. والصراحة أنا بيضت وشي بس بشي على قدي، يعني أنا ما كنت كتير منيحة وما كانت صحتي أحسن شي. فقلت لها رح أعمل اللي بقدر عليه، يعني رح أعمل هيك صنف واحد، ما رح أعمل شي وأنتوا حتعملوا السلطة، لأنه أنا ماني قدرانة أوقف كتير. رح أحكي لكم كمان شو صار معي بالتحاليل. وإن شاء الله هيك يكون الفيديو اليوم خفيف لطيف على قلوبكم. خلونا نشرب القهوة وبعدين نبلش الفيديو تبعنا ونشوف شو بدنا نساوي. وهون صار فنجان قهوتي جاهز، رح اخده وروح معاكم شغل الشمونيه، لانه الدنيا برد كتير كتير كتير. نحن عنا درجة الحرارة عم توصل لل4 ولل6 ولل8، فيعني نحن متلجين يا بنات. فحبيت هيك اني شغل الشمونيه مشان ادفى شوي اشرب فنجان قهوتي. طبعا هلا رح نروح على السريع على كي مارت اللي هو بديل ايكيا. هذا محل فتح جديد عنا، وقالوا انه هو هذا المحل رح ينافس ايكيا بنفس الطريقة تبع البيع. رح تلاقوا فيه شغلات كتيرة مثل مفروشات وقصص كتير كتير موجودة فيه. هل هذا الشي حقيقي ولا لا؟ انا عن نفسي رح ورجيكم وانتم احكموا بعيونكم. بلشنا هون، رحنا أنا وزوجي وحلا وجنجونة، رحنا على كي مارت هوم بمنطقة بعيدة، بيبعد عن المكان اللي نحنا فيه ساعة. فصراحة أنا مثل ما قلت لكم كنت كتير ضايقة أخلاقي بالإجازة الأسبوعية، فقلت له لزوجي طلعني، أنا صار لي زمان كتير ما طلعت. فقلت شو باخد هيك جولة بتفرج وأنا ماني سايقة، يعني إنه يعني شي بسيط هيك على السريع بنروح بنتفرج، وبعدين إذا لقيت شي بدي إياه ولازمني بجيبه، إذا ما لقيت خلص. أنا بهذا اليوم كنت عم دور على شغلة ولكن لم أجدها في هذا المكان. طبعا نحن هون بدائيا أو مبدئيا يعني هن حاطين قسم الإضاءة وهي القصص بالأول. بالعادة بكي مارت بيكون بالنص، فهون حاطينه بالأول في تنوع. ولكن أنا حسيته يعني كرأي دمدوم إنه في شوية شغلات وتنسيقات مختلفة عن كي مارت العادي. ممكن تلاقوا شغلات ما بتلاقوها بكي مارت العادي، لأنه هو مختص بالفورنيتشر. يعني انتو ما بتلاقوا هذا المنظر مثلا بكي مارت العادي، مستحيل انك تلاقي كنباية او هيك شيء. بس مثلا الثرور هدول الموجودين، الادوات المنزلية 3/4 تقريبا موجودة. في قصص مختلفة بس مو كتير، يعني ممكن تلاقي مثلا قطعة قطعتين مو موجودين بالكي مارت العادي موجودين عنده، وإذا بدك تجيبيهم أونلاين رح تلاقيهم أونلاين عادي. بس هذا المكان هن عاملينه ليحطوا فيه الشغلات اللي ما بيقدروا يعرضوها، مثل مثلا المفروشات، السراير، طاولات
القهوة، الشغلات كتيرة، يعني كتير كتير شغلات مختلفة. هون هدول كلياتهم مثل الموجودين بكي مارت، يعني أنا ما شفت شي مو موجود عنده، عرفتوا بهي المنطقة. أما هون مثلا على هدول السجادات في شغلة أنا شفتها هون بس ما كنت شايفتها بأماكن تانية. وانتبهوا إنه أنا صار لي زمان كتير ما رحت على كي مارت لأني ماني منيحة، فما قدرت إني أنا اجزم انه كل شيء موجود هون او لا. بس في كتير شغلات انا ما كنت شايفتها، مثل هي مثلا تبع التوابل انا ما كنت شايفتها، اللي هي هيك بنحطه بالميل، ما شفتها عند كي مارت التاني. في الوان وفي اختلافات، بس اختلافات مو كتير كتير قوية. هلا بس بدي رد على المتابعات اللي سألوني شو اخبارك، شو صار معاكي، كيفك، شو كيف التحاليل وهيك. هون كان عم يجيني على الانستغرام وعلى الفيسبوك كتير، فحبيت اني رد عليكم. انا رحت وعملت تحاليل دم كاملة، عملت ACG، رسم قلب، عملت تحاليل دم. لسه بقيان كان تحليل دم للقلب، يعني من قبل بمرة إذا بتتذكروا قلت لكم. ولكن يا بنات في شغلات ما قدرت إني أنا لسه أعملها، مثل تحليل جهد القلب، هذا لساته أنا ما قدرت إني أعمله. فللأسف الشديد هذا بدي استنى عليه شوي، لأنه كتير في مواعيد، يعني أنا ما لقولي يعني موعد بين المواعيد القريبة. فمشان هيك حبيت لكم إنه لسه مستنية هذا التحليل. ولكن تحاليل الدم في عندي نقص كتير حاد بالفيتامين بي 12، وفي شغلة بتخلي الجسم يتعامل، يعني يستخدم الفيتامين بي 12 بطريقة مزبوطة كمان، هي نازلة. عندي الفيتامين دي بالأرض، عندي الحديد بالأرض، ما شاء الله ما شاء الله. بتحسوا كأنه أنا ما عم باكل ولا عم بشرب ولا عم باخد فيتامينات. فللأسف الشديد يعني عندي هبوط حاد بالفيتامينات. فالدكتور عطاني إبرة، كانت إبرة مؤلمة جدا يا بنات، تبع الحديد، تبع البي 12 هي خاصة. إذا انتبهتوا بآخر فترة كانت إيدي عم ترجف كتير، في عدم تركيز، صار عندي كمان بتمي مثل حبوب كتيرة من غير سبب أبدا، فجأة هيك. يعني بدي لكم الاسبوع الماضي هذا كلياته كنت انا عم اقضيه عم حاول اتعالج من الحبوب اللي طالعت لي جوات تمي. ولما سالت الدكتور قال لي هذا نقص مناعه بسبب قله الفيتامينات، ديما بس حاولي انك انت تاخدي فيتاميناتك، وكتب لي انتيبيوتيك. وبعدين حسيت انه الانتيبيوتيك ضرني كتير. فالانتيبيوتيك اللي اخذته رحت بقى عند دكتور اسنان، قلت له شوف يعني انا ماني عارفانه شو اعمل، في شيء مو طبيعي. قال لي مين عطاكي انتيبيوتيك؟ اصلا هاد ما بيتعالج بالانتيبيوتيك، بدك مي وملح، وبدك المرهم اللي انت يعني عم تاخديه بتمك، بتحطيه مثل هيك، يعني مثل كريم بالتم بينحط وبس، ما بدك شيء تاني، مضمضة مي وملح وبس ديما، وخدي فيتامين سي. بنات شفت السحر بعيوني، أخذت الفيتامين سي أول يوم بلشت الحبوب تروح، تخف الوجع، ما كنت عم بقدر أبلع ولا عم باكل شي غير الجبنة. جبنة كمان خفيفة ملح مع خبزة وبالزور، لأنه ما عم بقدر أبلع. صرت سقي الكعك بالشاي مثل ما كنا صغار. هلا هي عم قلكم إنه هي بتفوت على الميكروويف، بتدخلكم سندويشة مثل كأنكم حاطينها يعني السندويش ميكر. فيا بنات هلا انتوا هون عم تتفرجوا على كي مارت، وانا عم بحكي لكم اللي صار معي. اخذت فيتامين سي اول يوم، بلشت الالتهاب يخف شوي، تاني يوم اكتر، ثالث يوم راح. طلع من نقص الفيتامين كمان تبع سي بيصير في هيك شغلات. وبدي لكم انه انا بهاي الفترة كتير عم حس اني بدي اشرب عصير بردقان، جاي عبالي اكل يعني اكل بردقان، اكل عصير بردقان كتير كتير. ولكن ما كان بمخي ابدا انه انا عندي نقص. لما رحت على الدكتور اكتشفنا انه كل الفيتامينات عندي بالأراضي، الحمد لله رب العالمين. انتبهوا على حالكم، انتبهوا على صحتكم. ليش عم لكم هالحكي؟ شو رح نستفيد يعني يا ديما؟ انا عم لكم هذا الحكي مشان تنتبهوا، لانه في فيتامينات انا ما بحياتي تخيلت انه تكون ناقصة. هون بقى جينا على القسم اللي هو عاملينه مثل ايكيا. فرح تلاقوا هون بقى كمان الكراسي تبع السفرة، الكراسي العالية، الجزامات، الطاولات، السراير. هلأ رح أورجيكم كل شيء وانتوا عم تسمعوا اللي صار مع أختكم. فبدي لكم إنه من بعد ما بعثت لكم فيديو اللي هو هذا القصير، أنا حالتي متنيلة ب60 نيلة، الحمد لله رب العالمين، والشكر لله إنه هي القصة طلعت، يعني إنه في نقص فيتامينات حاد. هذا الشيء بيعمل يعني بصير عندك إحساس إنه أنتي عم يوجعك
جسمك وبأماكن مختلفة. ولسه بقيان إني أعمل تحليل الجهد تبع القلب مشان أتأكد إنه كله تمام التمام، لأنه أنا هذا هو اللي خايفة منه، هو ده اللي أنا خايفة منه، لأنه أنا عندي اللياقة 0 بنات. أنا يعني ما بخفيكم سرا ولا بقلكم شيء إنه ما موجود. أنا ما بتحرك كتير غير بالبيت، يعني لا عم بطلع، خاصة بالشتوية أنا بكون بثبات شتوي، ما بعرف، بقعد هيك بالمكان تبعي هيك ولذيذة مثل النملة، يعني ما بطلع ولا فوت بالشتوية، لأنه إحنا عنا البرد قارس، وإذا طلعت بمرض، فبحترم حالي وبقعد بالبيت، فبرضه بتقل عندي اللياقة. فهلأ صار ضروري كتير، والدكتور قال لي ديما لازم 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 تروحي على الجيم، لازم تتحركي كتير، لازم تقوي حالك، لأنه الجسم بعد سن 40 ببلش إنه هو يفقد عضلات أصلا، ولازم تاخدي كل الفيتامينات، لازم تاخدي يعني فيتامينات كاملة شاملة، مو بس فيتامين واحد، لا، مكمل غذائي كامل بكل الأنواع اللي موجودة فيه، كل أنواع الفيتامينات عندك ناقصة. الشيء اللي أنا بقدر أعطيك إياه إبر بعطيك إياه، فالحديد أنا لسه عندي كمان لازم أخذ إبرة ومرعوبة منه كتير. فيتامين سي قال لي بدك تاخدي مكملات. طبعا الفيتامين بي 12 لازم كمل عليه، بس الإبرة اللي أعطاني إياها المفروض إنه هي 3 شهور بتعطيني جرعة كبيرة لحتى أقدر إني أنا أكون منيحة. فيتامين د لازم أخده كل أسبوعين مرة 50,000. فأنا عندي كل شيء نازل بالأرض. انتبهوا، لأنه أحيانا كتير نحن بنكون مفكرين حالنا مناح، ولكن الحقيقة بتكون غير ذلك تماما. هون هي الأقسام كلها اللي عم ورجيكم إياها، هي الأقسام اللي ما أنا موجودة ولا شفت منها كتير، أو ما بشوف مثلا منها معروض كل شيء. هذا هو القسم. شو رأيي بقى بكي مارت ايكيا ولا كي مارت، وهذا بيبدل ايكيا ولا لا؟ تعالوا لكم. بعد ما رحت لهون وتفتلت فيه ومشيت، طبعا انا ما كتير قدرت امشي، صورت لكم تخاطيف كمان، يعني ما صورت لكم كل المحل، هو المحل كبير، بس انا عن نفسي ما برجع بجي، لانه 3/4 الشغلات اللي بدي اياها موجوده بكي مارت اللي جنبي. فانا شو الله جابرني اطرق يعني ساعه سواقه، او زوجي يطرق ساعه سواقه مشان انا اجي لهون. فقررت انه لا، ما رح ارجع اجي لهون. ولا، هو ما بيبدل ايكيا. ايكيا في كتير كلاكيش صغيرة، في كتير تفاصيل ما أنا موجودة هون. يعني ايكيا بتقدري تلاقي فيه شغلات كتيرة عجيبة غريبة. هاي السجادة من السجاد اللي لقيته بينغسل، يعني هن طاويينها مشان يقولوا لك قديش السجادة صغيرة، ويعني هي مو صغيرة سايزن، هي 160 ب 230، بس عم يقولوا لك انه قديش هي حجمها صغير، بتفوت بالغسالة بتقدري تغسليها عادي. فهي من الشغلات الحلوة اللي انا شفتها. هون هدول كمان اللي بينحطوا بغرفة النوم، ممكن تحطي فيهم أواعي أو شو ما بدك، هدول كمان موجودين ومتوفرين. بدي لكم انه في كتير شغلات بنات، كتير كتير شغلات ما أنا متوفرة، يعني خلصانة. يعني بتلاقوا اللي ما عاملينه ديسبلاي اللي هو مركبينه فوق، بس تحت ما في شيء، خلصان. فأعتقد انه هنا حيعملوا أكيد ريستوك يعني لهي الشغلات اللي هي موجودة. هلأ بقى رجعنا لمبارح، أو هو يعني نحن رحنا على الويكند وهلأ رجعنا لمبارح، أو قدمنا لمبارح. كانت حلا جايبة رفيقتها معاها. طبعا أنا كنت لا أعلم هذا الشيء، أو ما كان عندي فكرة أصلا إنه هن رح يرجعوا على البيت. هي قالت لي إنه أنا قلت لك، بس أنا ما سمعت الحقيقة يعني. فالظاهر يا أنا صار سماعي تقيل يا إما إنه هي قالت لي بس بينها وبين حالها، ما قالت لي عن جد. فكان المفروض إني أنا أخلص كل الشغلات اللي وراي، مسحت وكنست ولميت الدنيا وزبطت الأمور. البيت كان نظيف على الأغلب، يعني ما كان في مشاكل كتيرة. فقلت لحالي طلعي بقى جاج، وبما إنك أنتي هيك جايتك رفيقة بنتك، بحشتك يا بنتي بطبخ طبختين لليوم وبكرة أنا وأنتي. قلت لحالي إنه اعملي. فطلعت 1.5 كيلو جاج، وقطعته هيك قطع للشيش طاووق، وبلشت إني تبل. حطيت صلصة فليفلة، دبس فليفلة، حطيت فلفل أسود، وحطيت ملح، وحطيت بهارات الشيش طاووق، حطيت شوية صويا صوص، وشوية فلفل أسود قلتلكن، وشوية هيل وثوم. بس ما كترت كتير اختراعات، يعني هدول هن الشغلات اللي أنا حطيتهم. وبعدين رح أحط زيت، وبعدين رح أبلش بقى إني أخلطهم كتير 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 منيح.
مشان يكونوا معي تمام التمام، ومشان إنه يعني يطلع الطعم رهيب. انتوا بقى قولولي، في حدا منكم بأستراليا جرب يروح على كي هوم؟ عجبكم شي؟ حسيتوا انه هو مختلف عن الكي مارت العادي؟ قولولي بقى انتوا هيك بالكومنتات، وحسسوني اني ماني لحالي، لانه يعني انا حاسه بخيبه الامل انه انا رحت مشوار على اخر الدنيا، وبالاخير طلع المشوار ما له اي 30 لازمه. انا كنت صراحه بدي اجيب قزامه العفو منكم، يعني انه تبع الكنادر وهيك، فما لقيت، لانه اصلا ما كان في ستوك، واصلا ما كان في حتى النوع اللي انا بدي اشوفه اذا هو كبير ولا صغير، يعني القزامه مثلا حجمها منيح او هيك، ما كان في منها يعني بالعرض، عرفتوا؟ وما كان في منها غير قطعة صغيرة، فهي مستحيل تكفيني. فأنا كان على أساس إنه بدي أجيب وحدة كبيرة تكفي. ما شاء الله عنا كمية كنادر رهيبة نحن، وبنحب الكنادر كتير كل عائلتنا، يعني إلا أنا ما بحب الكنادر، بحب الشناتي أكتر. بناتي وزوجي بيعشقوا الكنادر، فبننزل كل شوي والتانية يعني بيجيبوا لهم كندرة، فبتلاقوا ما شاء الله كمية الكنادر صارت رهيبة، والوضع صار يرسى له. اللي كانت عندي خربت، جايبينها صرنا 4 سنين، والصراحة كواليتي تبعها ما كان منيح. فلما لقيت تبع كي مارت أنا ماني عرفاني أصلا إذا كانوا هن مناح ولا لا، فقلت لحالي خلص دمتوم تركيها ليوم تاني لتلاقي لك شي منيح، لأنه أنا ما رح أجيب أي شي، بدي أجيب شي يكون منيح مشان يضاين، يعني عرفتوا؟ فهون لبست لكم الكف، وبعدين اضحكوا بعد ما خلصت شلحت الكف، وبعدين بلشت اني عادي جدا اني احط الشيش طاووق بالسياخ من غير كف. فشو كانت لازمة اللي أنا عم بعمله هون هلأ؟ ما بعرف، يعني محسسني إنه أنا كتير خايفة على لون ضوافيري، وعلى أساس إنه أنا مزبطة الدنيا، ماني حاطة كركم. ولكن ضحكت إنه لما عم شوف التسجيل تبع الفيديو، عم لكم هوني خلصت خلاص وكله تمام التمام وإيدي نظيفة، وبعدين مسكت لكم بقى، لأنه دي ما بتعرف تشتغل غير بإيدها فمسكت لكم الشيش طاووق وبلشت أحط. طبعا شكيتهم كلياتهم وسويتهم كلياتهم تمام، وحطيتهم بالفريزر. اللي استووا اللي نحن ما حناكل منهم يعني حطيتهم بالفريزر. ما شاء الله يعني بقى منيح، لأنه الأجانب أصلا ما بياكلوا كتير، عرفتوا؟ يعني هي بنتي يعني هن بياكلوا هيك بتعرفوا هيك بطرف الشوكة والسكينة. فحبيباتي الله هيك يحميهم يا رب العالمين، ويا رب يقويني ويقويكم دايما دايما على ولادكم، ويحميلكم ياهن ويحميلهم ياكم. لأنه لما أنتي بتكوني بصحتك وتقومي بتوقفي على رجليك تشتغلي شغلة، هي قيمتها كتير كبيرة، ما بيعرفها غير اللي مو قدران يعملها. فأنا مرقت الفترة الماضية يعني بلاوي زرقاء، فحسيت إنه نو أبدا، الحمد لله رب العالمين إنه الواحد عنده صحة يطلبوا وتقومي وتشتغلي وتوسخ وتنطفي وتعملي، بس يكون عندك صحة. أما ما يكون عندك صحة هي مصيبة، إنه الواحد يكون مو قدران يعمل شيء ويستنى حدا يعمل له، هي كارثة. لأنه أنتي غرضك بيكون غير غرض غيرك، يعني بيكون غرض الإنسان لما بيعمله بإيده غير إنه حدا يجي يعمل لك شيء. بتحسي حالك إنه مو عاجبك الغرض، بدك إياه بطريقتك، بس أنتي مو قدرانة تقومي. فحافظوا على صحتكم، لأنه صحتكم كتير مهمة، ولأنه أنتوا إن شاء الله إن شاء الله هيك رح تموا واقفين على رجليكم، وما يعيزكم الله لحدا أبدا أبدا، لأنه هاي الشغلة كتير مؤلمة وكتير بشعة. ودايما دعوة ماما الله لا يعيزني لحدا غير لوجهه الكريم. فمثل ما ماما بتقول ولكم بالمثل كلكم يا رب العالمين. هلأ هون رح أعمل لهم بقى رز بالخضرة. هاي الأكلة هن بيحبوها كتير، يعني أنا شيش طوق كافي، بس الرز بالخضرة هي بتحبه. ضايقته قبل بمرة عندي وكتير حابة، فقلت لها تكرم عيونك انتي بتأمري. حطيت بقى السمنة، وبعدين رح أحط شوية زيت، وبعدين رح ننزل بقى شيش طاووق سوري بالبصل. شيش طاووق مين بالبصل. وبعدين رح نبلش نحركه كتير كتير منيح، وهيك بس يدبل نبلش ننزل التوابل. انتوا بقى قولولي شو عم تعملوا، شو اخباركم، كيف الاجواء عندكم؟ شوب انا ماما عم تقلي بمصر نار جهنم نار جهنم يا دمدوم، درجة الحرارة شي و40. قلت لها نحن كلياتنا شهر ورح نبعث لكم البردات. هو شهر، نحن بشهر 8 بلش يجينا بقى الشوب بلش تشوب الدنيا شوي، يعني بصير ربيع. وبشهر 12 بيهل علينا الصيف. أنا لا أحب الصيف، أنا كائن شتوي بزبوط، بمرض كتير، ولكن بحب الشتاء أكتر من الصيف. هون رح نحط بقى التوابل. اليوم قررت أني أحط التوابل كلها ناعمة مشان تعطي طعمة أكتر، بنفس الوقت
مالي خلق حط شي بكيس وما عندي كل التوابل، فقلت خلاص دمدم حطيهم هيك على طول. فكزبرة، فلفل أسود، هيل، قرفة، اللي هو اللهم صل على النبي كركم، كمان رنفل، وشوية صغيرة كتير من جوز الطيب، وشوية زنجبيل مناح هيك. وبدي لكم انه الريحة كانت خطيرة. غسلت طبعا كيس الخضرة المشكلة. انا بحب اعمل الخضرة اكتر من الرز، يعني الرز يكون فيه كمية خضرة ما شاء الله، انه يعني تحسي انه في كتير خضرة. ما بحب كتير الرز يكون طاغي على الخضرة، بحب انه الخضرة تكون يعني لو هتعملي مثلا كاستين رز قدامها كاستين خضرة وهكذا، عرفتوا؟ او مثلا تكون اكتر حتى الخضرة من الكاستين، بيطلع اطيب، تحسوا هيك انه دايب ذوبان بتمكن. هلا فيكم تحطوا له مكسرات، بس انا ما حطيت مكسرات، لساتني عم بتعافى، تمي لساته عم يتعافى يا بنات، وزوجي قال لي ما بدي مكسرات، فقلت له خلص تكرم عينك ولا يهمك، ما خففتوا علي شغل، خففتوا علي شغل يا اولاد، الله يرضى عليكم يا رب. بس يا بنات فهيك على الاغلب، يعني انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ادعوا لي اذا كنت منيحه. بروح بعملكم فيديو تاني ليوم الاربعاء، ليوم الخميس قصدي، إذا كنت منيحة. إذا ما كنت منيحة رح تلاقوا هيك شي شورت صغير تتفرجوا عليه، وشجعوني هيك بكومنت حلو مثلكم، قولوا لي شو رأيكم بالفيديو. عم حاول، أنا عم حاول أطلع من مود المرض ومود الزهق هذا. أنا ما بحبه، أنا ما بحبه، أنا كائن بحب إني هيك أكون عم بتحرك وعم بضحك وهيك، ما بحب الكآبة ولا بحب المرض. الله يا رب لا يمرض حدا، بس مو بإيدينا، هاي الشغلات غصب عننا. فهون بلشت بقى اني احط الخضرة وراح اقلبهم كتير كتير منيح، وبعدين راح بلش بقى اني احط المي، وبعدين خليهم يغلوا كتير، وبعدين نزل الرز بالاخير واتركهم ليستووا مع بعض. ما بياخدوا ابدا ابدا وقت. هون حطيت المي وراح ازود طبعا الملح، راح خليها لتغلي، وبعدين ننزل عليها الرز مثل ما شايفين هون. طبعا انا اللقطة هي ما صورتها تبع الرز. وخلصنا، وهلأ رح ورجيكم شكل الأكل شو أخباره. صراحة كان شكله بيطير العقل وطعمته أطيب، واشتهيتكم كلياتكم تاكلوا معي من هالأكلة الطيبة. لهون بيكون خلص معي الفيديو لليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير، كتير كتير بحبكم. مع السلامة، وبشوفكم بفيديو جديد. ضلوا بخير، باي باي.